السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض وصفة كفتة الحاتي الاقتصادية اللي بصراحة يعني هننافس بره محلات الكباب ومحلات كفتة الحاتي. طعم قوام وكل حاجة، يعني النهاردة في وصفتنا جميلة وحلوة. هخليكوا أستاذة في كفتة الحاتي، وهنحط مكون هيضاعف معانا الكمية. أنا عندي نص كيلو لحمة زي ما انتوا شايفين. مزودة اللحمة بتاعتي بحتة دهنة كده، لازم من حتة الدهنة دي. ومعايا بصلاية مبشورة جدا، تبشريها بشرة ناعمة جدا، وباخد المية بتاعتها بخليها على جنب، هنحتاجها بعدين. ومعايا نص كوباية فول صويا، انا نجعاها كنت في مية سخنة ومصفياها. تمام. ومعايا ملح، ومعايا فلفل اسود، ومعايا معلقة صغيرة بيكربونات صوديوم، او اللي هو البيكنج باودر، يعني اللي بنحطوه في الكيكة. تمام. بس كده، دي مكوناتنا اللي هي السهله، اللي هي ما فيهاش حاجه، اقتصاديه جدا وموفره، ما فيش ولا حاجه. يعني بصي، حياه يعني مش مكترين جو في المجادير، وهيطلع معاكي احلى طعم كفته ممكن تشوفيه، كفته الحاتي. بننزل بكل المكونات اللي معانا، بكل المكونات مره واحده كلها في البوله. نحط اللحمه، كده نزلنا بفول الصويا، بعد كده نزلنا بالبصل المفروم، وبعد كده نزلنا بالملح والفلفل، ونص معلقة او معلقة صغيرة البيكنج باودر. تمام. يعني بخلطهم كويس كده بايدي الاول، بخليهم كده يعني يتخلطوا مع بعض كويس قبل ما اروح اخلطهم في الكبة. لازم طبعا اخلطهم في الكبة عشان عايزة القوام متجانس. انا يعني المقادير كلها عايزاها تدخل مع بعض كده. فقبل ما احطهم في الكبة بديهم كده كم يعني خلطة كده بايدي، ادمجهم مع بعض الاول. تمام. بصوا، ولا حطينا اي حاجة. بصوا المكونات قدامكم اهي، وطريقة سهلة. هيطلع معانا في الاخر صباع كفتة. اقول لكمش على قوامه وعلى طعمه والريحة وطعمه، كل حاجة حلوة. يعني يعني هتبقوا استاذة بجد. خدنا الكمية. انا خدتهم على نصين بصراحة. هحطهم في الكبة، هديهم كده فرمة حلوة في الكبة. تمام. وبقى يعني وبعد كده هحط الكمية التانية. انا ما قدرتش احط الكمية كاملة طبعا عشان الكبة ما ينفعش احط الكمية كاملة، فنزلت بنصهم ونصهم التاني. ممكن الكبة تشيلهم كلهم، بس انا خفت عليها بصراحة يعني. بس بصوا، انا عايزة كده، انا عايزة القوام ده، او بصوا زي كده الخليط يبقى زي كده معايا، فرمتين تلاتة كده في الكبة، وبعد كده احط الكمية التانية زي كده برضو. اعملوا المقادير بتاعتنا الحلوة دي، ان شاء الله هيطلع معاكي يعني احلى طعم ممكن تجيب بجد. مش هتفرجيها بره يعني عن المحلات الكفتة اللي بتجيبيها من بره. بجد يعني كان طعمها تحفة تحفة لما جربناها. وانا عملت بطرق كتير قبل كده، بس المرة دي يعني جاياكم بيها. يعني حاجات كده يعني بسيطة جدا. ما حطناش بقى بيض، وفي ناس بتحط بيض ومش عارفة، لا. الحاجات دي كلها لا، ونشا ومش عارفه ايه، لا. بصي، المقادير دي بالظبط اللي احنا شفناها النهارده في الحلقه وفي الفيديو بتاعنا ده، مقادير سهله وبسيطه جدا. تطلع معاكي احلى كفته حاتي. وادعيلي بعد كده. بنزل طبعا بعد ما خدتهم فرمه حلوه في الكبه، لازم برضو اديهم بايدي بقى، يعني ادخل الخليط كله كده في بعضه، عشان انا عايزه الخيوط بقى بتاعه الكفته دي، هي بقى دليل نجاح الكفته عندي. باذن الله تطلع معاكي كفته ناجحه. بصي، انا عايزه الخيوط اللي انت شايفاها عندي دي يا حبيبه قلبي في الصوره اهي. الخيوط دي دليل على ان الكفته بتاعتك ان شاء الله تطلع ناجحه باذن الله، متماسكه، وهتطلع طريه وحلوه وقوامها حلو. كده اتاكد ان المكونات كلها دخلت في بعضيها، وان الخليط كله كده متجانس وزي الفل كده. ابدا بقى اعمل ايه انا بقى، يعني هشيلهم شويه كده في التلاجة، يعني ممكن ساعه، ساعه ونص، ساعتين مثلا، لو انت كده يعني فاضيه مثلا وبتعمليهم قبل الغدا كده يعني اللي هو يعني عملتيهم ولسه الغدا لسه مطول يعني الوقت، فممكن تحطيهم في التلاجة ساعتين يعني. تمام. اما لو مستعجله ممكن نص ساعه، ساعه يعني زي كده. بس يستحسن ان هم يعني تقعديهم في التلاجة عشان خاطر لما تيجي تصبعي او تيجي تعمل صباع الكفته يبقى حلو معاكي. انا دخلتهم في التلاجة حوالي ساعه ونص كده، قعدوا زي ساعه ونص. وبعد كده ما عنديش كان سيخ بصراحه بتاع اللي هو الكفته ده، استخدمت الخله الخشب، وجبت كام خله كده مع بعض حطيتهم جنب بعض.
واتصرفت يعني. وبعد كده بصوا اهو عملتهم زي ما انتم شايفين. بتبدأي تاخدي يعني كمية كده في ايدك وتحطي كده جوه الخلة، وتدوسي كده وتصبعي كده كويس اهو. بتعملي شكل الكفتة زي بتاع اللي بره بالظبط. انا بوريكم ازاي ان الكفتة بصي بعملها ازاي، ما بتنزلش، متماسكة وحلوة. يعني بصي على مقاديرنا ما عملناش ولا حاجة غير المقادير اللي انت شفتيها معانا، اللي هي المقادير البسيطة جدا اللي شفتيها. ادانا القوام ده وصباع الكفتة الحلو ده. حاجة ما شاء الله ما اقولكيش، يعني البساطة يعني في الحلقة بتاعتنا وفي فيديو الكفتة النهاردة عنواننا، يعني البساطة عنواننا. بيطلع معاكي طعم كفتة حياتي ما اقولكيش على طعمه والله. يعني مش انا بقول كده والله عشان الكفتة انا عاملاها وكده، لا، بجد عن تجربة تستحق التجربة. جربي الطريقة بتاعت كفتة الحياة النهاردة من غير بقى حاجات كتير تحطيها وكده. جربيها بالمقادير دي هتطلع معاكي ناشفه، وصباع الكفته مش هيوجع منيك وانت بتعمليه. بصي ثابت اهو، ثابت وحلو ومش بيوجع منيك ولا حاجه. واثناء التحمير برضو مش هتفك منيك ابدا. بصي هتاخدي قوام صباع كفته ما اقولكيش، يعني ممتاز ممتاز. بصي انا بطلعه كده من الخله وبديله كده، يعني ايه، بحب كده اسويه كده قبل ما ايه، قبل ما اجي اجلي. يعني بعمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده خلصتها. نص كيلو طلع الكميه. بس انا عامله يعني صباع الكفته يعني زي بتاع بره، يعني مكبر الحجم شويه. عايزه تصغر الحجم انت عن كده، صغر الحجم عن كده. الحجم بتاع صباع الكفته انت بقى المتحكمه فيه براحتك بقى. بنزل بعد كده بالطاسه بشويه سمن كده وبحمره. ممكن تحمري ممكن تحمري الكفته، ممكن تدخليها فرن، ممكن على الجريل مثلا كده. بس انا النهارده حبيت اعملها كده في الطاسه. تمام. وهعمل لكم برضو التكايه حلوه كده على ما اعتقد الكل يعني عارفها التكايه دي، بس هنشوفها اخر الفيديو. هيديك بالظبط طعم بره كانك جايباها من عند الراجل اللي هو بقى بتاع الكباب ده كده. وغير انك انت في المطبخ وانت بتعمل الحاجات دي بتطلع معاكي ريحه يعني بجد مش هتقدروا تقاوموا الريحه دي. يعني هتاخدوا لكم صباعين كده وانتوا بتحمروا الكفته، مش هتقدروا تقاوموا الريحه الحلوه اللي طالعه بتاعت الكفته بتاعتنا النهارده. بتاخدي كده من هنا ومن هنا، تقلب بقى الكفتة بتاعتك وتديها كده من جميع النواحي كده لون التحمير الحلو. بتسويها حلو كده تمام عشان يبقى سوا من بره ومن جوه وكل حاجة تمام. وبعد كده بتطلعي ادي اول حاجة طلعت، وهحط الكمية التانية هنزل بيها برضو. بس وان شاء الله كده لو انتم مستمرين معنا في المشاهدة الحبايبي لغاية دلوقتي، ما تنسوش يا حبايبي المتابعة للقناة ان شاء الله، وتعملوا لنا كده الاعجاب على الفيديو ان شاء الله يا حبايبي، عشان القناة ان شاء الله تكبر كده بإذن الله. اهي التكاية الحلوة اللي بقول لكم عليها، حتة الفحماية حطيناها على النار كده وسنين عليها لغاية ما كده يعني استوت شوية الفحماية. ونزلنا كده جبت ورقة ألمونيا صغيرة كده وحطيتها، وغمرت بقى او كمرت الكفتة. بصوا ما اقولكمش بقى على القوام والشكل، الطعم كمان. الطعم طبعا انا عندي الطعم والشكل يعني، بس الطعم طبعا انا عندي الطعم طعم كان بيرفكت يعني. بصوا 10/10 يعني حاجة كده ما شاء الله. بصوا الصباع طالع حلو كده جوسي يعني طري وماسك نفسه حلو وطعم. عملت جنبيه شوية رز بشعرية ما اقولكمش بصراحة، حاجة كده ما شاء الله. بس الأكلة دي كان ناقصها حاجة واحدة على فكرة، كان ناقصها شوية جرجير ويترش كده على الوش شوية خضرة كان. بس انها يعني بصراحة ما كانش عندي متوفر انا الخضرة. بس والله يعني بصوا انا بقول لكم جربوا الوصفة دي والمقادير الحلوة البسيطة بتاعتنا، وادعوا كده لماما حورية ان شاء الله. ان شاء الله كده يا حبايبي يعني تستفادوا ان شاء الله من حلقاتنا اللي بنقدمها. واتمنى لكم يا رب السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.